باهي، ما حقيقة إقالة وليد الركراكي والاتصالات مع هيرفي رونار؟ هيرفي رونار اللي سبق له تدريب المنتخب المغربي، هيرفي رونار اللي درب عديد المنتخبات الإفريقية، كوت ديفوار، زامبيا، درب السعودية وإنجاز كبير مع المنتخب السعودي، الفوز على الأرجنتين، وكان قريب برشا من التأهل للدور الثاني لولا تفاصيل صغيرة. الناس كنت تفكر ماتش بولندا في قطر 2022. باهي، حسب آخر الأخبار وجدي الشائعات هذه لا أساس لها من الصحة. إقالة وليد الركراكي، الاستغناء على خدماته، ما فماش منها جملة، لكن فما مواقع تناقلت هذه الأخبار واجتماعات حاسمة مع فوزي لقجع وهذا كل. حسب رأيك وجدي، التفكير في إقالة وليد الركراكي صائب بعد ممكن سلسلة من المباريات الودية التي فشل فيها المغرب في تحقيق أهداف، فشل في تحقيق كأس أفريقيا، صعب التفكير في إقالة المدرب وليد الركراكي؟ هو قبل ما نحكيو على، قبل ما نعطي كرايه باش نعطي كرايه، نحب نسأل أنا شنو هي السورس للشائعات هذه؟ مواقع شنو هما؟ مواقع إعلامية ما نتصورش، بعيدة كل البعد عن الواقع. المواقع هذه، وما تصورش كان مواقع ودي سورس من المغرب. علاش؟ خاطر توا باش نجاوبك نعطيك راي اللي بث البلبله حسب رايك انت. لا ممكن خاطر ممكن بوتيتر بعض الناس عجبتهم المشاكل اللي صارت مع جمال بالماضي والمفتعله اللي عملوا المشاكل في زيد نعاودها ديما المفتعله، خاطر ديما عندنا العقليه نتاع ديما العريبه ما نحبوش الناجح، انا اللي ينجح نحبوا نكسروه معناها. دونك مدرب كفء، مدرب اظهر امكانيات كبيره ياسر، مدرب وصل بمنتخب عربي مغربي او مغربي عربي مغربي افريقي عربي لنصف نهائي كاس العالم. انجاز صعيب كان باش نشوفوا معناها كان باش يصير التكرار نتاعو، صعيب انا نقول لك من توا. ما نتصورش الحقيقه سور دو ماتش اذا كان منتخب مغربي ما سجلش هدف في مقابله ولا اثنين ولا ثلاثه ولا حتى عدم تاهل نتاعو، سجل هدف عكسي مع نقول ولا عدم تاهل نتاعو في الكوب دافريك للدور الثاني، باش هذا الكل معناها يدوروا الناس الكل على المدرب. تصور شوف فما كونتراديكسيون في الكلام. علاش؟ اذا كنا نحكيو على المغرب انها تعديت بالي واحد اخر، اذا كنا نحكيو على المغرب انها ولات كيما المنتخبات الافريقيه والمنتخبات الاوروبيه والعقليه الاوروبيه، عباد تخدم، عباد فما دي استراتيجي امويان لون تيرم قاعدين يخدموا، يعرفوا ايش يعملوا، حاطين مدرب مجموعه من اللاعبين الممتازين باش يقوموا بالليل والنهار. اذا كان المنتخب يفشل في تسجيل هدف باش تصير البلبله كيما هكا في المنتخب. انا نتصور انه الحاجات هذوما بعاد كل البعد على الواقع. منتخب مغربي نتصور هو المدرب والجامعه الملكيه المغربيه الاتحاد المغربي قاعدين يخدموا في كنف السريه من حيث جلب اللاعبين، في كنف الثقه ما بين الاطار الفني واللاعبين الاتحاد. هذا يدل شيء يدل على النتائج الممتازه اللي قدمها المغرب من كوب دي موند، ونتصور انه فما كونفيرماسيون في الدورات الجايه. هو شوف اكيد انه فما صحيفه المنتخب المغربيه نفت انه الخبر هذايا، وما صارش حتى اجتماع ما بين الركراكي وفوزي لقجع انه قالوا انه صار اجتماع وفما اقاله محتمله وكل شيء. هذا الكل ما صارش، والاخبار هذه الكل اخبار زائفه. شوف يظل ماهوش المنتخب المغربي والمسؤولين في الاتحاد المغربي عملوا تقييم بعد كاس افريقيا، وتم معناتها قرار انه تثبيت الاطار الفني هذايا، وحطوا ان بروجي بالنسبه لتصفيه كاس العالم وكاس افريقيا الجاي اللي باش تنظمها المغرب. ما نتصورش كان اليوم انا فما قرارات ارتجاليه وتصير بعد مباراه وديه ضد انغولا ولا ضد موريتانيا. اليوم الفريق قاعد يحضر، قاعد يخدم على روحه. كان فما ممكن يصير تقييم لو الفريق يفشل في التصفيات، لو الفريق يفشل في كاس افريقيا القادمه، ممكن يصير هو الهدف تحقيق اللقب الاكيد. المسابقه تقام في المغرب، هذا الاكيد. يعني نتصور ان اليوم بالنسبه للركراكي الحساب بعد كاس افريقيا وبعد تصفيات كاس العالم، ماهوش توا منتخب المغربي الاشواط اللي عملها كان باش يرجع توا وباش يولي قراراته ارتجاليه واعتباطيه ياخذوها من مباراه وديه. ما نتصورش يا خيبة المسعى. والابعد من يكون المغرب اللي قاعد يحضر في كاس عالم وترى في معناها خطط استراتيجيه واستشرافيه كبيره برشا، ماهوش من الاتحادات اللي ياخذوا قرارات هكايا معناها من الاعلام ومن التاثير نتاع الراي العام على الفريق. نرى انه الركراكي سيواصل في المنتخب المغربي، وانا قلتها حتى في الليميسيون المره اللي فاتت انه
انه المنتخب المغربي راهو باش يرى كل مره كونترانت نتاع فريق متكتل دفاعيا قدامه، نفس اللي صار ضد انغولا، نفس اللي صار ضد المنتخب الموريتاني. كانت عندي ديزيكو معناها على المباراه من داخل، معناها منتخب صعيب. راك انت وقت اللي فريق يلعب معاه يلعب لك تكتل دفاعي باش تلقى حلول. رينا كرواتيا وما ندراك كرواتيا واللاعبين على مستوى عالي وما لقاتش حلول مشاكل مع تونس. دونك هذايا يلزموا يستانس المنتخب المغربي. وتوا الخطه نتاع الركراكي انه يلقى دي روبير دو جو، يلقى حلول هجوميه ضد الفرق هذيا اللي باش تتكتلوا، لانه حتى تصفيات كاس عالم راهو باش يلقى نفس المشاكل هذي. واضح. لم يعد الاحتراف مقتصرا في المغرب على اللاعبين، بل أصبحت الأطر الوطنية مطلبا لدى جل المنتخبات العربية. خطوة مهمة أقدمت عليها الكرة الوطنية في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد تألق أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022 تحت إشراف مدرب مغربي كتب اسمه من ذهب في إفريقيا رفقة الوداد، ثم عززه عالميا في المونديال. وليد الركراكي لم يكن الوحيد المساهم في هذه الخطوة، بل هناك الحسين عموتة كاتب التاريخ مع الأردن في كأس آسيا، والطامح إلى التأهل رفقة النشامة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، فضلا عن تعاقد النيجر مع أسطورة الكرة الوطنية زكي بادو لتطوير المستديرة هناك وقدرتهم على مجابهة كبار القارة السمراء في قادم الاستحقاقات. هشام الدميعي كان وجهة كذلك للاتحاد البحريني لقيادة منتخبهم الأولمبي في أول تجربة خارجية له بعد مسار احترافي بين مختلف أندية الدور المحلي. تطور المغرب في الأمور التقنية فضلا عن ما يتوفر عليه من بنيات تحتية جعلته وجهة دائمة للاتحاد الإفريقي لتدريب وتأطير المدربين الأفارقة من خلال ورشات وندوات خاصة بدبلوم كاف برو. بفضل كل هذه الخطوات المهمة، الكرة الوطنية تشق طريقها نحو العالمية بثبات وقوة، والمغرب يؤكد في كل مرة أن مدربيه قادرون على صناعة التاريخ وتحقيق ما كان يعتقد مستحيل.